السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خبير التجميل العناية بالشعر والبشرة هبة خالد. النهارده ان شاء الله هنحضر مع بعض وصفة من الوصفات الجميلة جدا اللي بتعمل على توريد الشفايف، وكمان بتزيل كل تشققات الشفايف بشكل هايل جدا. الوصفة دي ممتازة جدا جدا. بس قبل ما اتكلم عن الوصفة بتاعتي حابة اقول ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعارات الفيديوهات الجديدة اول باول. كل اللي احنا محتاجينه في وصفتنا النهارده هو معلقة سكر، نص معلقة من العسل الأبيض، كده، ومعلقة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند اللي موجود عندك تقدري تستخدميه. أنا الاتنين مفضلين عندي الحقيقة، يعني ساعات بستخدم ده وأوقات بستخدم ده. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. كده بنات انا قلبتهم كويس جدا. ببتدي اعمل ايه؟ طبعا بتخلص من اي روج على شفايفي، ببتدي احط الماسك على شفايفي بفرشه انا مخصصاها لتقشير الشفايف. يفضل ان احنا يبقى عندنا مثلا فرشه الاسنان تكون نشتريها نظيفه خالص، وتبقى دي مخصصه لتقشير الشفايف فقط. بعد كده بتبتدي بالفرشة تبتدي تمرري الماسك بتاعك على شفايفك مع التدليك لمدة دقيقتين 3، وبعد كده بتبتدي تغسلي شفايفك، وبعد كده بترطبيها بزيت جوز الهند. لازم ترطيب الشفايف مهم جدا جدا جدا. لو انت عندك زبدة الكاكاو بتستخدميها، لو ما عندكيش يفضل ان انت تحطي نقطتين من زيت جوز الهند على شفايفك، ممتاز جدا بيرطب الشفايف قوي، وكمان بيزيل اي اسمرار موجود في الشفايف مع الاستمرار عليه رهيب جدا. بعد كده بعد ما بترطبي شفايفك بتبتدي تجيبي المورد اللي احنا عملناه مع بعض، وطبعا ده انا بستخدمه بتستخدميه، يعني انا عملته وقلت نستخدمه على الشفايف وعلى الخدود لتوريد القدمين وكمان لتوريد الجسم كله. هو بيدي اللون ده كده زي ما احنا شايفين. هو مورد طبيعي، هسيب لكم رابط وامن جدا جدا جدا. هو اصلا بيستخدم في الطعام فامن جدا للجسم. هسيب لكم رابط طريقة عمله في صندوق الوصف علشان اللي مشافوش يدخل يشوفه. هو ممتاز جدا، بيورد الشفايف وكمان الخدود بطريقة طبيعية، ما بيتمسحش بسهولة خالص، يعني بيفضل موجود، يعني هيورد شفايفك لفترة طويلة قوي، وكمان طبيعي جدا. دي كانت وصفتي النهارده. بنستخدم الوصفه دي 3 مرات في الاسبوع. طبعا بنات كتير بتشتكي ان ساعات بتحط الروج والروج بيشقق وكده، فمهم جدا ان احنا نقشر شفايفنا زي ما بنقشر بشرتنا وجسمنا. لازم نقشر شفايفنا، يعني نعمل لها عمليه تقشير لازاله الخلايا والجلد الميت والتراكمات اللي بتبقى موجوده على الشفايف. نزيلها بمعلقه السكر دي ممتازه جدا جدا. لازم تجربوها، هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. دي كانت قصتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك عشان يوصل لاكبر عدد من البنات تستفيد منه، كمان تشتركوا لي بالقناه عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.